بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وبصحة وبسعادة. زي ما انتم شايفين كده عاملين النهاردة رز بالجمبري وجمبري شوربة. يلا كده نقوله ونشوفوا وصفتنا السهلة والبسيطة وكمان اقتصادية لأن احنا جايبين جمبري صغير. يلا كده مع بعض نسمي الله. هنا جبنا ايه الحلة بتاعتنا اللي هنسمي الله كده ونحط فيها الزيت. هنعمل فيها الرز بتاعنا، هنحط فيها بصلة مفرومة. بصلة كبيرة طبعا. رز الجمبري او رز السمك بيحب البصل. فانتي بقى تروحي حاطه بصلايه كبيره حلوه وابدأي حمريها لحد ما تاخد اللون البني الغامق. وفي الوقت ده انا حطيت عظم الجمبري على النار يتسلق يعمل شوربة. وهقول لكم دلوقتي طريقة الجمبري. انا دلوقتي هنا البصلة بدأت تحمر. هقول لكم بقى على طريقة الجمبري لان هي نسيت اصورها معاكم. هنبدأ نعمل ايه الجمبري. هنا هنشوح البصلايه ما تحمرش معاكي، يا دوب تتشوح بفص توم كده وريحتها تطلع. تروحي نازله عليها بالجمبري وتديها لفه كده معاكي، وتحط لها بقى ايه البهارات بتاعتك وطماطمايه، وتروحي نازله عليها بكوبايه ميه كبيره. وكده تبقى ايه، وسيبي الجمبري لحد ما يستوي، يبقى كده خلصتي الجمبري. هنا انا خدت الشوربه بقى بتاعه العظم اللي انا عملتها. عامل اهي سلقته كده عادي. هبدأ احطها على البصلة بدأت تغلي اهي. هحط لها ازودها بقى بمية، عايزة تكمليها كلها شوربة مفيش مشكلة. وهنجيب بقى ايه، هنحط بقى مية بسم الله. وهنحط بقى الملح بتاعنا. ادي المية. انا بحط طبعا بالتقريب لان انا هنا لو انت عاملة كوباية رز بتحط لها كوباية مية، يعني انا عارفة المقدار عندي انا عاملة ايه. تمام. ادي الملح بتاعي كده بقى. هبدأ ايه اسيبها تغلي كده بس شوية على جنب. خلاص كده مش هحط فيها الرز الا لما دلوقتي اجهز بقى ايه الجمبري بتاعي. هحط معلقة زيت واحدة صغيرة، ما تحطيش كتير. يا دوب بس تتشوح. بصي الطاسة بس تدهن بالزيت، وانزلي بقى عليها بالجمبري اللي انت مقشراه او جايباه مقشر حسب الموجود متاح معاكي. بصي جمبري صغير ما هوش جمبري كبير، كنت مقشراه كده. بصوا شايفين؟ هبدا بقى ايه اشوحه، يا دوب ما تلفوش على النار، يا دوب تفرديه بس في الطاسه كده ياخد صدمه. يعني ما يتدوش ما ياخدش السوا بتاعه. بصوا ما تقلبيش كتير عشان ما ينزلش منه ميه. بصوا انا ما خليتوش يجيب ميته حتى، يا دوب ياخد صدمه بس كده. تمام. ادي كمان تقليبه، ما تخلوش ينزل العصارة اللي فيه عشان تبقى الجمبري من جوه طري وليها طعم. كده بقى ايه رشرش برضه هديها الملح والفلفل الاسمر بتاعها. خلاص كده. بصوا كده الجمبري خلاص، انا مش عايزه اديله صدمه اكتر من كده. كده يا دوب اللون بتاعه اللي انا حباه يكون موجود فيها. هنا بقى البهارات بقى اللي هي الكزبره والكمون. بس خلاص كده. ادي ايه كده عملنا صدمة للجمبري. هنركنه على جنب ونرجع بقى نحط الايه الحلة بتاعت الشوربة بتاعت ايوه هي الشوربة يا دوب غلت بقى كده. هنبدأ نسمي الله ونحط الرز بتاعنا. بسم الله حطينا الرز. في الوقت ده انا مش هعمل اي حاجه فيه، انا هغطيه عادي. حط له ملح وحطيت كل حاجه هغطيه. واول بصوا ما يبقى خلاص هديت النار وبدا خلاص يفقفق كده الرز كده. فاضل لسه فيه شويه ميه، يعني اتشرب الميه كلها بس فاضل حاجات بسيطه يعني. التكه الاخيره اخر 5 دقايق على النار لما يكون الرز موجود على النار، تروحي نازله عليه بالجمبري من على الوش كده. دي بتدي تيست حلو جدا، بيكمل سوى الجمبري وكمان بيدي طعم للرز، وبتحسي بالجمبري موجود في الرز. هقرب لك منها الكاميرا وهتشوفيها. هتلاقيها حاجه ما شاء الله. يعني بصوا ادي كده، بصوا شكل الميه حتى كانت لسه موجوده على الرز ازاي. كده خلاص بقى اسيبها تستوي وكده يبقى ايه الرز ما شاء الله يبقى انتهى. رز بالجمبري كده حاجه كده ما شاء الله عظمه. يا رب تعجبكم وربنا يديمها نعمه علينا ويحفظها من الزوال، قدمنا خيرا منها اللهم امين. والسلام عليكم ورحمه الله.